حاسه بيتحسن جامد. رحت خدت 3 جلس، سبحان الله ربنا ريحني. الحمد لله ألف حمد ألف شكر لك يا رب. كل الكلام دوت الحمد لله من اول جلسه راح، مش هقول لك من تاني جلسه او تالت جلسه، لا انا حسيت بيه من اول جلسه بصراحه. كان عندي تنميل وشكشكه راحوا، وكان عندي الكرياتينين عالي نزل والحمد لله كان عندي جرح في رجلي من تحت، الحمد لله اتحسن واتقفل، وكان في شكشكه في رجليا راحت يعني بنسبه كبيره، يعني مش راحت. لكن الحمد لله دلوقتي بقى اتحسنت والحمد لله، وبقيت امشي واقعد وما حاجاش، وجسمي مش بينمل ولا رجليا. كان عندي تنميل في رجلي وعندي سكر وضغط، فالتنميل خف والحمد لله ونحمد ربنا. كان عندي شكشكه كبيره قوي في رجليا، ما كنتش بقدر امشي، وكانت تعبانه جدا وقت النوم، فالحمد لله رب العالمين. وفي تحسن كبير جدا جدا، الورم يعني شبه انه انتهى. ثالث جلسه بدات احس بتحسن كويس. حسيت بتحسن من اول جلسه، انا كنت 8 جلسات، خدت جلستين والثالثه بالصلاه على النبي، وانا بقى دلوقتي 7 جلسات اهو حاسه بتحسن. الحمد لله من اول جلسه وانا رحت بقيت حاجه تانية خالص. الحمد لله خدت 7 جلسات، فالحمد لله الدنيا احسن. ظبطت كل حاجه في جسمي سبحان الله. ده سحر، ده من عند ربنا ولا ايه مش عارفه. والتنميل اللي في رجليا خف بنسبه 65%. الجلسه بدا يظهر على رجلي البياض وبدات ترجع لطبيعتها شويه. علاج ما شاء الله. من اول جلسه حسيت بتحسن. ما كنتش متوقع الكلام كله اللي هيحصل ده، فلما جيت المركز بس الله اكبر بسم الله ما شاء الله، يعني كل حاجه لقيتها صح الكلام، ونفس الوقت السكر نزل خالص. بالنسبه للجلسات دي كويسه جدا، وانا في الجلسه دلوقتي حاليا خدت 12 جلسه، والمفروض ان انا اخد الجلسه رقم 13، والامور الى حد ما. الاكسجين النشط جاب نتيجه كويسه جدا. حسيت بتحسن من اول جلسه، تحسن من ثالث جلسه. الحمد لله يا رب، مع دكتور الاوعيه الدمويه والعلاج والوزوع. يعني دلوقتي عندي عليها رجليها مش هتنمل زي ما كانت. كان عندي تنميل في رجليا وزي ما يكون في رمله في رجليا، كل ده اتحسن الحمد لله رب العالمين اتحسن. يعني انا دلوقتي حاليا في منتهى السعاده. ليه؟ لان انا كان لسه جاي سكر امبارح. يعني الحمد لله الشرايين بقت فتحت والدم بقى يوصل للاطراف. انا النهارده حاسه بصوابعي. والحمد لله التنميل بدا يخف، والحمد لله النزيف رؤيه شبكيه العين بدات توضح. وخدت دي 3 جلسه وما شاء الله. فالحمد لله اتحسنت، السكر بتاعي في النازل خالص، والحمد لله السكر بتاعي دلوقتي ما بقاش يتعدى ال 200 180. والحمد لله كان في عندي تنميل في رجلي، كانت صوابع رجلي من تحت حمراء كلها، والحمد لله دلوقتي خفت خالص الحمد لله. كان عندي جرح في رجلي اليمين، فالحمد لله رب العالمين بعد ما خدت 18 جلسه الحمد لله الجرح ختم ونزل السكر من تحت نازل الحمد لله. والحمد لله من يوم ما خدت الجلسات والله في تحسن، والله بجد في تحسن يعني. الحمد لله النهارده دي الجلسه الخامسه بالنسبه لي، الحمد لله اتحسنت، نسبه تحسن مثلا ما تقلش عن 30 40%. من الجلسه الرابعه ما عادش موضوع الشكشكه ده موجود خالص، والسكري كويس والضغط كويس، واحمد الله واكون من الشاكرين. جلسه واثنين وثلاثه والحمد لله التنميل اللي كان في رجليا راح. الحمد لله يعني في تحسن ملحوظ كتير يعني، ويعني هو يعني الحمد لله متابع مع دكتورنا، وان شاء الله يعني ربنا ييسر لنا وربنا يتم شفانا على خير يعني. الحمد لله بعد ما اخذت الاكسجين النشط الحمد لله ارتحت راحه تامه، وبدات اخد الجلسات والحمد لله في تطور كتير يعني فاحسن. وخدت الجلسات والحمد لله فعلا حسيت بتحسن، دخلنا في 90% تحسن الحمد لله. الحقيقه بعد الجلسه الرابعه او الخامسه ابتديت اتحسن، التنميل اللي في رجلي راح. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. لا في تحسن جامد. دلوقتي بدات من غير نظاره القرايه، ما انا كل شويه لابسها، دلوقتي بشوف التليفون من غير نظاره القرايه. والحمد لله ما كنتش بقدر اطلع السلم ولا امشي، دلوقتي الحمد لله رب العالمين بقيت كويس.